عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما شفتوا البنات اليوم درت هاد الكنافه اللي كتكون وسطها الكريم ولا الكريمه ديال بالقيجده. المهم نتوما تتبعوا معايا الطريقه. انا درت واحد الكريمه اللي صراحه كتجي لذيذه وفي نفس الوقت اقتصاديه. بالنسبه للمقادير البنات عندنا كما شفتوا سكر كلاصي، هنا الزبده. بالنسبه للزبده عندي 150 غرام. بالنسبه للنوع ديال الزبده درت الزبده من نوع حيواني اللي كتجي حسن ولذيذه. هنا عندي الكنافه، هنا عندي نص كيلو 500 غرام ديال الكنافه وسكر كلاصي. هادو هما ثلاثه الحوايج. اول حاجه غادي نبدا بهم، هنا غادي ناخذ هذيك الكنافه. بطبيعه الحال ما تكونش كونجلي، تكون يعني واخده الحراره ديال المطبخ. هنا غادي نقطعها بالمقص. المهم بغيتو تقطعوا بيديكم هكا بحال هكا تنتفغ بيديكم وتقطعوها بالمقص. انا كنقطع بالمقص كتجيني حسن، حتى ملي كنبغي ندير ليها الزبده والسكر كيتجانسوا مزيان حسن. ملي كنقطعوها كيبقاو بعض الخيوط كبار، من الاحسن نديروا ليها المقص. وانا كنقطعها صغيره كما شفتوا. وكما قلت لكم انا صراحه خرجتها من الفريغو وخليتها تقريبا ساعه، وعاد بديت كنقطع فيها باش ما تكونش كتهرس، تكون طاحت. هنا شفتوا البنات بعد ما قطعتها كامله ضروري اي كتله بانت لينا نحلوها بحال هكا كيكون في هذوك الكتل، نحلوها مزيان باش ملي نكبوا عليها الزبده يعني تدهن مزيان، ما تبقاش شي بلاصه هكا ما مدهوناش. المهم نفكوها، كتاخد شويه هكا الوقت باش نفكوها، ولكن من الاحسن نفكوها باش ملي كتدخل الفران كتجي زوينه وكتجي مقرمشه. يعني نتوما كتعرفوا الكنافه البنات كي كتجي هي السر ديالها صراحه. ملي كنكونوا هكا كنخدموها خصنا نحلوها مزيان. وسكر كلاصي حتى هو يكون مزيان، يكون سبيسيال. والزبده، بالنسبه للزبده البنات من الاحسن ديروا الزبده اللي من نوع حيواني احسن من الزبده النباتيه باش هكا ما تضرناش. كتعرفوا البنات غادي نديروا فيها الزبده بزاف كما قلت لكم 150 غرام ذوبته. هنا غادي نزيد سكر كلاصي. بالنسبه للسكر كلاصي تقدروا يعني اللي ما كيبغيش حلاوه بزاف ينقص. انا غادي ندير وغادي نزيد وغادي نشوف تقريبا غندير كاس ديال العنبه. المهم نتوما كتحكموا في الحلاوه على حسب داكشي اللي بغيتو. ما عرفتش واش نتوما كتحمقوا، انا صراحه كتعجبني بزاف هاد الكنافه، ما نكرهش نديرها يوميا. وانا من الاحسن هنا كان البنات كما شفتوا غنزيد الزبده شويه بشويه وغادي نحاول ندخلها مزيان مع السكر. كتعرفوا هاد الحلويات الشرقيه كتكون لذيذه، وفي نفس الوقت الا بغينا نشريوها من برا هكا كتجي شويه غاليه. من الاحسن نصايبوها هكا في الدار، كتعطينا واحد الكميه اللي نقدروا ناكلوا فيها مزيان. هنا غادي نبقى كنزيد شويه بشويه الزبده كما شفتوا باش ما تشدش ليا في جهه واحده. وهنا كما شفتوا غنبقى نخلط حتى نخلطها مزيان وتقيس ليا الكنافه كامله بالزبده. من الاحسن اللي كتعطيكم كميه كبيره ديروا شي مول كبر من هذا. انا دايره هذا صغير شويه عذبني. كوكا المول الكبير غادي نخلطها مزيان. هنا البنات بعد ما خلطتها خليت على جنب. هنا خديت نص سيطره الحليب وغندير 3 المعالق كبار ديال النشا والسكر. بالنسبه للسكر حتى هو كما قلت لكم حسب اللي بغيتو. الا بغيتو الكريمه حلوه كديروا 3 المعالق كبار.
انا بقى لي شويه سكر كلاصي درتو. انا غادي نحاول ندير المقبط لهذيك النشا باش ما تفسدش ملي تبقى. المهم غادي نخلط مزيان كما شفتوا. بالنسبه للسكر تقدروا تذوقوا هكا بالمعلقه شويه تشوفوا واش حلو. ولا جاكم ناقص زيدوا السكر. هنا خديت واحد المول دائري اللي كيتحل ودهنت من طبيعه الحال بالزبده. ضروري دهنوها بنات بالزبده باش ملي تبغيو تحيدوا هذيك الكنافه تحيد بسهوله. شفتوا البنات عييت ما نحل فيها، ولكن ملي كيدار ليها السكر وكيدار ليها الزبده كتعاود ثاني تتجمع. كنحاولوا هكا نحلوها ونقادوها لتحت مزيان. انا صراحه كنت ديجا صايبت معكم واحد الكنافه العام اللي فات، ولكن صراحه كنت العجينه حضرتها في الدار حتى هي جات زوينه. كان البنات هاد الطريقه ديال الكريمه هذه مختلفه على ديك الخطره. بالنسبه للعجينه صراحه هي الا بغيتي ديرها في الدار كتعذب صراحه، فيها شويه ديال التماره. من الاحسن ناخذوها جاهزه باش كنوجدوها وما كتاخذش لينا وقت. هنا البنات كما شفتوا بعد ما الكريمه بدات طلعت ليا بعد ما درتها تغلي، هنا زدت عليها واحد الدانون مسوس ولا العلبه ديال القشده الطريه. الا ما عندكمش القشده الطريه ديروا غير دانون مسوس كتعطينا نفس النتيجه. كما لاحظتوا راه حتى طابت لي الكريمه كما شفتوا، وعاد زدتو حتى حيدت من فوق البوطه وعاد زدت دانون. غادي نخلطها مزيان وغادي نخليها شويه تبرد وكتزيد تعقاد. من بعد ما كتبرد كما تعرفوا حدا كتبرد هي تتعقاد. هنا غادي ناخذ هذاك المول. نسيت ما قلت لكم هذاك بالنسبه بالنسبه الكنافه طلعوها مع الجناب هكا باش تجيكم الكريمه الوسط وما تخرجش. انا غنحاول نوزع على المول كامل. هنا بعد ما بردات شويه غادي نزيد الكنافه ندير الطبقه الاخرى. بالنسبه للفران انا غنديرها في الفران ديال الغاز. راني شعلته كيسخن. غادي بطبيعه الحال غادي نديرها الفوق حتى طيب لي مزيان من التحت. وبالوا لي الجناب راهم بداو تيطيبوا كيبداو يحمروا الجناب كنعرف راه طابت من التحت صافي. ما كتاخذش الوقت بزاف البنات، شي 20 دقيقه تقريبا صافي. وتنهبطها لتحت وردوا البال راه دغيا مع السكر والزبده دغيا كتحمر، يعني ما كتاخذش وقت بزاف. يعني الا بقات راه تقدر تحرق من التحت.
احسن ردوا معاه البال. صافي كما شفتوا غادي نقاد هاد الطبقه الاخرى، غادي نحاول نقادها بيدي على شكل بحال كنقاد الخبز باش تاخدي واحد الشكل ديال باش تجي هكا مقاده ما تجيش مشعكه. نحاولوا بلاتي ما نضغطوش، حيت الا ضغطنا غادي تخرج لينا الكريمه، وحنا ما بغيناش الكريمه توصل لينا للمول. كما قلت لكم طلعوا مع الجناب هذيك الكنافه، العجينه ديال الكنافه كنطلعوها مع الجناب وكنحاولوا نديروا الكريمه الوسط باش كما ملي كنجبدوها كما شفتوا في الفيديو، كما شفتوا في الاول ديال الفيديو كتكون الكريمه ما ظاهراش، كتكون داخل باش ما تلصقش لينا في المول. صافي دابا البنات غندخلها للفران ونرد مع البال كما قلت لكم. ها شفتوا البنات بعد ما خرجتها وقلبتها، راه داك الفوق راه هو الظهر هو اللي كان لتحت، يعني الطبقه اللي لتحت ولات الفوق كما شفتوا، بدات كانت غادا كتحمر. ولكن راه ما يلا خدت اللون هذا زوين الذهبي. دابا كما شفتوا بعد ما شديت شويه في راسها، انا صراحه خليتها حتى بردات. بالنسبه لهذا الشراب هذا ولا السيرو راه سخون، بالنسبه ليا راه بارده. نبغى نسقيها ضروري بهاد المرحله البنات ديال السقي. راكم عارفين نتوما بالنسبه للسيرو كندير كاس ديال السكر مع كاس ونص ديال الماء ونخليهم تيغليو مزيان. صافي حتى كيبان ليا قرب يعقد هذاك الشراب وعاد كنطفي عليه ولا السيرو. ودابا كنسقيها كما شفتوا، ضروري خصني نسقيها مزيان، ما تخافوش راه يعني راه عندك شي حيت غادي تشرب، بالاخص الا كان داك السيرو هكا عاقد ماشي خفيف باش ما كترطبش لينا هذيك العجينه ديال الكنافه كتبقى مقرمشه. نديرها بالبنان. صافي البنات دابا غادي نخليها هكا شويه تشرب. بالنسبه للزينه البنات دير واحد الغرض كيفاش اللي عندك متوفر زوقه. انا عندي شويه ديال مازال كنسقيها هكا من الجناب حيت داكشي يبقى الوسط باش يهبط ليها حتى لتحت وتسقى كاع الجوايه. كما قلت لكم البنات بالنسبه للزينه تقدروا ديروا ليها البيستاج اللي عندكم ولا كاوكاو. انا خديت صراحه شويه ديال اللوز حمرته وهرمشته هكا ودرتو اختياري، تقدروا تخليوها غير هكا كتجي صراحه كتجي ما تشبعوش منها. نتمنى البنات تجربوها الطريقه اللي ساهله صراحه اللي اي واحد ممكن يديرها، سهله بزاف وكتجي لذيذه. كنتمنى تجربوها. ولا عجبتكم ما تنساوش من لايك والاشتراك، وكنشكركم بزاف البنات على المشاهده والدعم ديالكم. والسلام عليكم.